Ciao carissimo, carissima, bentornati in un nuovo video. أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم سارة البحيري وننسينيانتي دي إيطاليانو. بدرس إيطالي بقالي 10 سنين، وكمان قناتي على اليوتيوب بقالها حوالي سنتين. النهاردة تعالوا بينا نكمل مع بعض كتابنا فاتشلي فاتشلي، والكورس اللي احنا ابتديناه ليفيلو A1، ونشوف النهاردة حلقتنا بتتكلم عن ايه. i verbi modali. i verbi modali الأفعال الخادمة اللي أنا نزلت لكم صورة بتصريفات الأفعال بتاعتها، وعملت كده كتحضير ليكم لحلقة النهاردة عشان تجهزوا كده وتبقوا عارفين هنعمل ايه النهاردة بقى الفيربي مودالي دي تعالوا نقراهم مع بعض، نشوف انتوا قريتوهم صح ولا غلط، ونعرف بيستخدموا ازاي. والجزء التاني من الحلقة نبدأ نحل تمارين عليهم عشان تبقوا متأكدين ان انتوا بقيتوا شطار جدا فيهم وتعرفوا تستخدموهم كويس جدا. أول فعل فيهم بقى دوفيري. دوفيري بمعنى يجب أو لازم، زي ما احنا بنقول بالعامية. Io devo, tu devi, lui lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. dovere يجب، لما اجي اقول مع الايو بقول ايو ديفو يعني انا لازم اعمل كذا، تو ديفي انت لازم تعمل كذا، لوي لي ديفي يعني هو لازم او هي لازم تعمل كذا، نوي دوبيامو يعني احنا لازم، فوي دوفيتي انتوا لازم تعملوا كذا، ولورو ديفونو هم لازم. هقوله مرة تانية كده بنغمة تفكركوا بيه دايما. بقول devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. اوكي، الفرب التاني بقى اللي هو potere. potere معناه يستطيع، فتصريفاته io posso, tu puoi, lui lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. potere يستطيع، لما اجي اترجمه مع الايو بقول ايو بوسو يعني انا استطيع، انا اقدر، انا ممكن اعمل كذا. تو بوي انت تقدر، انت ممكن تعمل كذا. لوي لاي بو يعني برضه هو يقدر او هو ممكن يعمل. بوسيامو يعني احنا نقدر نعمل او ممكن نعمل كذا. فوي بوتيتي انتوا تقدروا او ممكن تعملوا كذا. ولورو بوسونو او معناها ممكن يعملوا أو هم يقدروا يعملوا كذا. تمام، هقوله مرة كمان. io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. تمام، الفعل التالت عندي فيربو volere يعني يريد، بالعامية كده عايز. io voglio، voglio، وخلي بالكم الجي انها موتة سايلنت فبعملها كده voglio. tu vuoi، vuoi، lui lei vuole، noi vogliamo، voi volete، loro vogliono. volere يريد، لما بترجمه مع الايو بقول ايو voglio يعني انا اريد، انا عايز كذا. tu vuoi يعني انت تريد او عايز. lui lei vuole هو يريد او عايز. noi vogliamo احنا عايزين كذا. voi volete انتوا عايزين، ولورو vogliono هم عايزين او يريدون، طبعا باللغة العربية يريد. اوكي، ده كده تصريفات الفعل. نقراه بس الأول مرة كمان قبل ما ننسى زي الأفعال التانية. volere voglio vuoi vuole، voglio vuoi vuole، vogliamo volete vogliono، vogliamo volete vogliono. اوكي، برافو عليكم. دلوقتي الافعال الثلاثه دي اسمها افعال خادمه. يعني ايه فعل خادم او افعال برضو بقول عليها فيربي سيرفيلي او مضاري؟ بتخدم الفعل الرئيسي. هو انا ينفع اقول ايو ديفو انا لازم واسكت، ولا لازم فعلي كمان يوضح المعنى؟ انا عايز، انا لازم اذاكر، انا لازم اركز، انا لازم اكون منتبه، وهكذا. برضو بوتيري ينفع اقول انا ممكن ومن غير ما احط فعل يوضح المعنى، او انا اقدر من غير ما اكمل الجملة؟ لا طبعا، فبقول انا اقدر العب طول اليوم من غير ما اتعب. انا اعرف اسوق، انا اقدر اسوق مثلا العربية دي. ممكن كمان لو باخد اذن من حد، هو انا ممكن اعمل كذا، اخرج مع اصحابي يا ماما، وهكذا. الفعل التالت بتاعي فوليري يريد، برضو انا عايز. ايوه، عايز ايه بقى؟
لازم أكمل الجملة، فلازم أقول مثلا فوليو مانجاري عايز آكل، عايز أنام، عايز أشرب، وهكذا. الأفعال دي مهمة جدا جدا، والأهم إن قاعدته بتقول إيه؟ إن لازم الفعل اللي يجي وراه يكون انفينيتو، يعني في المصدر. تعالوا كده نقرأ الجملتين اللي تحت الجدول اللي قدامكم بيقولوا إيه. I verbi modali sono seguiti da un altro verbo all'infinito. يعني الأفعال الخادمة دي sono seguiti يعني بيبقوا متبوعين da un altro verbo بفعل تاني all'infinito في المصدر اللي هو بينتهي بآري أو إيري أو إيري. ومديني إزامبيو مثال Io devo studiare italiano. أنا يجب أن أذاكر أو لازم أدرس إيطالي. تمام، فأنا جبت هنا أو أذاكر إيطالي، جاب studiare في المصدر عشان جه بعد فعل دوفيري، وفعل دوفيري هو اللي اتصرف مع الإيو. برضو لما قال io posso leggere un libro يعني أنا أقدر أقرأ un libro كتاب، أو أنا ممكن أقرأ الكتاب أو أقرأ كتاب، فهنا برضو جاء verbo leggere جاي بعد posso فجاي في الانفينيتو في المصدر. الجملة الثالثة io voglio venire a scuola يعني أنا عايز آجي المدرسة. الأولاني voglio متصرف مع الإيو، التاني جه venire في المصدر في الانفينيتو. تمام كده، يبقى لازم الأول مصرف coniugato والsecondo infinito. بيقول بقى il verbo volere può essere seguito anche da un nome، يعني الفعل volere ممكن يجي كمان متبوع باسم، زي مثلا vuoi una mela يعني انت عايز تفاحة. no voglio una pera لا عايز كمثرية، يبقى انا هنا جيت بدل ما اجيب فعل تاني واقول vuoi mangiare una pera مثلا او una mela، لا جبت على طول الاسم انت عايز كذا فاستخدمت وراه اسم على طول. تمام كده، يبقى القاعدة بتقول ببساطة ان بيجي وراهم فعل في المصدر وهو ده اللي هم بيخدموه، أو بيجي اسم لو كان مع فعل مثلا زي فيربو فوليري. Così abbiamo finito la prima parte. كده خلصنا la prima parte الجزء الأول. تعالوا بقى ندخل على الجزء التاني اللي هو عبارة عن إيه؟ عن إزرشيتي، تمارين على ال3 أفعال بتوعنا دول، وكمان هيكون في معاني جديدة هتقابلنا، فهنبدأ نقرأ جملة جملة وهديكوا ثواني تحلوها، وبعد كده قولي الإجابة وترجم لكم معنى الجملة دي، يبقى أنت تطلع بحصيلة لغوية وتدرب على تصريفات الأفعال دي كويس جدا. بالإضافة كمان إن انتوا لو حسيتوا إن الوقت قليل وقف الفيديو وابدأ انت حل لوحدك، بعد كده شغل وشوف الإجابة كانت صح واللي انت عملتها ولا لا. التمرين بيقول completa le frasi con il presente del verbo dovere، يعني كمل الجملة بالمضارع بتاع verbo dovere اللي هو معناه يجب. أول جملة un bravo papà non dire parolacce. معناها ان الاب الكويس الشاطر نون مش بيقول بارولاتشي، فانا عايزه اقول لا يجب عليه ان يقول بارولاتشي يعني شتايم او كلمات سيئه. برافو عليكم، هتبقى نون ديفي يعني هو لا يجب، هصرف الفعل مع اللوي عشان البابا هو. 2 gli studenti studiare bene la lezione. gli studenti الطلاب بيذاكروا كويس الحصة، عايزة أقول لازم يذاكروا كويس الحصة، فهقول إيه؟ برافو عليكم، هتبقى devono. gli studenti devono studiare bene، لازم يذاكروا كويس la lezione الحصة. أوكي. 3 questa sera io andare a trovare mio fratello، يعني هذا المساء أنا نقط andare يذهب a trovare mio fratello عشان أشوف أخويا، عايزة أروح أزوره، يزور حد اسمها andare a trovare qualcuno. تمام، هتبقى io devo andare يعني أنا لازم أروح أشوف أخويا أو أروح أزور أخويا. اللي بعده anche voi parlare con il direttore، يعني انتوا كمان يعني لازم تتكلموا con il direttore مع المدير، فهنا هصرف verbo dovere مع الفوي هتبقى dovete parlare con il direttore، لازم تتكلموا مع المدير.
رقم 5. Oggi noi non fare la spesa. يعني النهاردة إحنا عايزين نقول مش لازم fare la spesa نتسوق. ده مصطلح على بعضه fare la spesa يعني يتسوق. هتبقى non. برافو عليكم. Dobbiamo. Non dobbiamo fare la spesa. 6. Quando è il momento di ascoltare, tu stare zitto. معنى الجملة لما يجي وقت اللي انت تسمع لازم stare zitto يعني تخرس تسكت خالص، اسمها stare zitto. فهقول tu devi stare zitto. طبعا دي موجودة هنا بصيغة الأمر. تمام. اللي بعده prima di andare via io e te parlare. prima di andare via يعني قبل ما تمشي، اسمها andare via يعني ينصرف. اوكي. io e te يعني أنا وانت نقعد parlare، عايزين أو لازم إن احنا نتكلم مع بعض قبل ما تمشي بالعامية زي ما بنقول. يبقى io e te dobbiamo parlare، لازم نتكلم. 8. Vuoi fare molta attenzione a questo esercizio. Voi يعني انتوا fare molta attenzione تركزوا، فعايزة أقول انتوا لازم تركزوا a questo esercizio في التمرين ده كويس جدا. يبقى voi dovete fare molta attenzione a questo esercizio. Esercizio 8. Completa le frasi con il presente del verbo potere. دلوقتي هنتدرب على verbo potere اللي معناه ممكن أو يستطيع. أول جملة بتقول professore io uscire un attimo. يعني يا أستاذ لو سمحت io نقط uscire يعني أخرج، عايزة أقول له ممكن أخرج un attimo لحظة، ثواني زي ما احنا بنقول. يبقى io posso. برافو عليكم. 2. I minorenni non guidare la macchina. I minorenni يعني اللي هم القاصر، اللي هم أقل من سن 18 سنة اسمهم minorenni. اوكي. non guidare يعني non لا، عايزة أقول لا يستطيعوا قيادة أو سواقة العربية، يبقى non possono. possono هتتصرف مع اللورو عشان i minorenni جاية جنبها. تمام. في كلمات كتير، يا ريت يكون معانا ورقة وقلم وبنسجل الكلمات اللي بتعدي علينا في الجمل كده بمعناها عشان نقدر نستفاد بيها أكتر ونجمع حصيلة لغوية كويسة. 3. ماريو tornare a casa in macchina con me. يعني ماريو ممكن يرجع البيت بالعربية معايا، فهقول ماريو può tornare a casa يعني ممكن يرجع البيت. رقم 4. I muslimani non bere alcolici. I muslimani يعني المسلمين non نقط لا يمكن إن هم يشربوا alcolici يعني كحوليات، يبقى possono. برافو. possono عشان i muslimani loro. بعد كده noi oggi non andare a scuola. عايزة أقول النهاردة إحنا مش هنروح المدرسة، مش هنقدر نروح المدرسة، فهقول non possiamo andare a scuola perché siamo ammalati لأننا تعبانين. 6. Voi non fare tardi questa sera. انتوا لا، عايزة اقول ما ينفعش او لا يمكن fare tardi ان انتوا تتأخروا هذا المساء، ما ينفعش تتأخروا النهاردة زي ما احنا بنقول، اسمها fare tardi يتأخر، فانا هقول non potete fare tardi questa sera. 7. Marco tu portare questo libro a tuo padre. يا ماركو انت تقدر تجيب الكتاب ده لباباك. هتبقى برافو puoi portare questo libro a tuo padre. 8. Maria venire dopo le 8. عايزة أقول ماريا ممكن تيجي dopo le 8 بعد الساعة 8. يمكن زي ما احنا بنقول تيجي بعد الساعة 8 هتبقى ماريا può venire dopo le 8. برافو عليكم. نشوف بقى التمرين التاسع والأخير اللي بيتكلم عن verbo volere. بيقول completa le frasi con il presente del verbo volere. نفس السؤال، يعني كمل بالمضارع مع verbo volere. أول جملة io non più vivere in Italia.
يعني أنا مش عايز أعيش أكتر من كده in Italia في إيطاليا. Io non voglio più vivere in Italia. تمام. 2. È vero che tu non venire con noi. يعني هو فعلا أنت مش عايز تيجي معانا، فهتبقى non vuoi venire con noi. 3. Valentino Rossi vincere il Gran Premio del Brasile. يعني فالنتينو روسي عايز يفوز بالجايزة الأولى بتاعة البرازيل أو الجايزة الكبرى. يبقى إجابتنا vuole vincere il Gran Premio. ملاحظين إن كله جاي الفعل اللي وراه في المصدر venire vincere partire، وقبلها برضو في اللي حصل مع بوتيري وفودوفيري نفس الكلام. اللي بعده جوفاني partire in aereo e non in macchina. عايزة أقول جوفاني عايز partire يسافر in aereo بالطيارة ومش بالعربية، مش عايز يسافر بالعربية، يبقى هقول Giovanni vuole partire. Bravi. 5. Gli studenti bene al maestro. Gli studenti يعني المدرسين. هنا فيربو volere bene يعني بيحب حد أو بيتمنى له الخير أو عايزك كويس، فبتتقال volere bene. فهنا الطلبة بيحبوا المدرس ده أو عايزينه كويس، فهتبقى vogliono bene al maestro. volere bene a. أوكي. وصلنا بقى لآخر 3 جمل عندنا على فيربو فوليري، وبدل ما احلهم لكم ونضيع وقت اكتر واحنا عدينا في الفيديو ده وقت طويل، هسيبهم لكم كومبيتو تحلوهم لوحدكم وتبعتولي في الكومنتات الحل الصحيح ايه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، وانتظروني في فيديو جديد. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتقدروا كمان تتابعوني على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك. ويا ريت اشوف دايما تعليقاتكم وكومنتاتكم لو عندكم اي استفسار عن اي حاجه تحبوا ان انا اشرحها لكم. وانتظروني في حلقه جديده. معاكم ساره البحيري. alla prossima. ciao ciao.